عمرك سألت نفسك هو ليه جوزك بيمارس عليك الصمت العقابي؟ في الفيديو ده انا هقولك على حاجة جايز تصدمك، بس اسمع الفيديو للآخر. في البداية خلينا نتكلم على أصل المشكلة. هو ليه الراجل بيمارس على مراته الصمت العقابي؟ السبب الأساسي ان هو بيبقى زعلان منها في مشكلة، فيقول لها عشان مش عايزين المشكلة تكبر فانا هعمل عليك الصمت العقابي. والمشكلة ان لما الست بتيجي تقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ بيقول لها اصل ربنا امرني بكده. ازاي؟ ربنا قال فاهجروهن في المضاجع. بس هو عمرك سألت نفسك يعني ايه المضاجع اصلا؟ المضاجع هو ان انت تبقى قاعد مع مراتك ونايم معاها في اوضه واحده، بس تبقى مديها ظهرك وما تعملش معاها علاقه. انما المضاجع مش ان انت تسيب الاوضه وتخش في اوضه لوحدك، او ان انت تسيب البيت وان انت ما تتكلمش معاها نهائي. ده ربنا ما امرش بيه نهائي. ايوه برضو انت ما قلتليش ليه جوزي بيمارس عليا الصمت العقابي. ما هو هنا الصدمه بقى، جوزي بيمارس عليك الصمت العقابي لان في الاغلب الحالات بيكون في علاقه مع واحده تانية. ودي دراسه اتعملت اكتشفوا ان 99% من الرجاله تقريبا بيمارس الصمت العقابي على مراته، خاصه في المجتمعات العربيه، علشان في واحده تانية. ايوه طب ايه علاقه الواحده التانية في ان هو يمارس على الصمت العقابي؟ ببساطه ان المراه العربيه بتبقى دايما عايزه جوزها جنبها طول الوقت. يعني طول ما هو قاعد على الموبايل عايزه تبص عليه وعايزه تفتش وعايزه تشوفه بيكلم مين. لو هو بره في العربيه او في الشغل عايزه تتصل عليه طول الوقت. فاول ما الراجل بيستخدم عليك الصمت العقابي بقى عنده وقت كافي ان هو ينام في اوضه لوحده، فيفضل يكلم اللي بيخونك معاها ديت لحد الفجر عادي جدا. او ان هو يبقى قاعد على الكنبه وانت قاعد على الكرسي، فكل واحد فيكم في مكان ومش هتقدري تساليه انت بتكلم مين ولا بتعمل ايه. الصدمه الاكبر ان لما سالوا اغلب الستات اللي اتجوزوا رجاله متجوزين وسالوهم ازاي الراجل ده قدر يقنعك بالجواز والحب، قالت ان الراجل بيقول لي ان مراتي مهمله فيا وان انا عايز الاستقرار وما بقتش لايق معاها الحب. ولما دوروا في الاخر اكتشفوا ان الراجل ده كان عامل على مراته الصمت العقابي علشان يقنع التانية دي ان مراته هي المهمله فيه وان هي سايباه طول الوقت. طيب برضه يا كريم ما قلتليش هل في حل يعني ان جوزي ما يعملش عليا الصمت العقابي؟ في حل. عايزك تمشي بمبدأ واحد بس، ان لم تستمتع فعكر مزاج الاخرين. ما تدلوش فرصة ان هو ينفذ خطته، علشان كل ما كنت قريبة منه اكتر في الوقت ده كل ما بوظت خطته اكتر. ولازم تفهميه ان الراجل ما ينفعش يسيب مراته ولا يبات بره البيت، ولازم يعرف ان الراجل ما ينفعش ان هو ينام في اوضه تانية. وده مهمتك ان انت تكوني قويه وحازمه جدا في الموضوع ده، علشان صدقيني لو قدرت توصلي للحته دي جوزك هيبطل خيانه ومش هيقدر يمارس عليك الصمت العقابي تاني. في النهايه انت لازم تفهمي ان الصمت العقابي والحب عمرهم ما بيجتمعوا مع بعض. فلازم تعرفي الانسان اللي بيمارس عليك الصمت العقابي ده معناه ان حبه ليكي انتهى تماما، وانت مش قدامك غير اختيارين: يا اما تقعدي وتحاولي تغيريه وده هيبقى طريق صعب، يا اما تنفصلي. في النهايه مستني رايك في التعليقات. هل جوزك مارس عليك الصمت العقابي واكتشفت بعدين ان هو بيخونك، ولا لسه ما اكتشفتيش الخيانه؟